مساء الخير يا اصحابي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين وفي احسن حال دايما يا رب. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم يا رب. ربنا يعود عليكم كده الايام بخير والصحه وسلامه وسعاده يا رب. تكون كده ايام يا رب كلها خير ورزق عليكم. طبعا ده فيديو النهاردة هنتكلم او هوريكم فيه شوية تجهيزات كده عملتها بخصوص رمضان. هو اول ما بيقرب رمضان عموما او اول ما بيهل عليا شهر رمضان ببدأ اجهز كأني هجهز للعيد، علشان خاطر لما يجي العيد تبدأ تنظيفات او الحاجة بتاعتي تبقى بسيطة، ما تبقاش عليا الضغط كله. فبعمل نص الحاجة قبل رمضان وهي اهمها المطبخ طبعا، والنص التاني بعمله لما بيخلص او لما بيقرب يخلص رمضان كده قرب العيد. فبدأت ان انا اروق المطبخ شوية وغيرت الورق ده. الورق ده كنت عملته معاكم فيديو قبل كده تقريبا من السنة اللي فاتت او اللي قبلها، مش فاكرة والله، بس حبيت ان انا اغير شكله المرة دي ولونه. طبعا كنت بوريكم ان اللزق طلع بسهولة. هو بيطلع يعني كان في اثر ليه على الحيطة، بس الحمد لله قدرت ان انا يعني قعدت ادعك فيها بالسلكة الاول وحاولت كذا مرة، وفي الاخر المحاولة اللي نجحت معايا واللي طلعته معايا بسهولة هي اني جبت قطعة قماش مبلولة او اي حتة مبلولة عندك، وفضلت امشي كده على قطعة اللزق زي ما انا بعمل كده، ولقيتها طلعت معايا بسهولة جدا. بس خدوا بالكم اللزق، المادة اللي بتلزق دي ما بين الورق الفوم دوت والحيطة، لما بتقع على هدومنا او بتقع على حاجة بتلزق، فخدي بالك ان هدومك كويس وانت بتعملي كده. انا كنت بعمل بوريكم ان انا طلعتها بحتة مبلولة وكانت بتطلع بسهولة جدا جدا معايا. قعدت احاول ان انا اطلع اللزق كله. طبعا الموضوع ده خد مني كذا يوم، يعني ممكن يكون اسبوع على بعض، يعني كله ما كانش في يوم واحد. وجبت الورق بقى الفوم ده لونه ابيض. الفرخ كان مقاسه 70 في 77، يعني دي كانت مقسومة نصين، يعني دي كانت قدها مرتين في الكيس. هفتحها وهبدأ اظبطها على الحيطة والزقها. حسيت ان الابيض المرة دي هيبقى شكله احلى، وفعلا حرفيا نور المطبخ وخلى شكله تحفة. ده كده كان شكله النهائي بعد ما خلصته فنشته. ده كده الفوم بتاع الحيطة الابيض، الشكل الحجري. الفرخ كان عامل 50 جنيه، كان مقاسه 70 في 77. الحتة دي كلها كلفتني 3. بعد كده بدأت ان انا اعمل الرخامة بقى، شلت الرول برضو بعمله من السنة للسنة، وجبته بقى ابيض عشان يليق مع الرول الابيض مع الحيطة يعني بيضة وكده. وبدأت ان انا اعمله. طبعا كل مرة كان بيغلبني ويطلع عيني عشان خاطر كان بيلزق مني، وكنت بفضل امسك البطاقة وافضل اعمل بيه. بس لما في الفترة الاخيرة دي شفت شوية فيديوهات كده لناس بتعمل بتحطه وبتبخ عليه شوية مية كده على اول ما تفتحيه من اللزق. هو بيبقى كده دايب معاكي دوب، اللي هو لا بيلزق ولا بيلزق في بعضه ولا بيبوظ ولا اي حاجه. ايوه هو بياخد وقت عقبال ما يتظبط معاكي، بس بيروح ويجي معاكي بسهوله جدا جدا. الميه بتخليه كده طري ومش لازق في بعض ولا اي حاجه، ومحتاجتش بطاقه ولا اي حاجه، واتقفل معايا على طول وبسهوله. اتظبط معايا بمنتهى السهوله والله. جربي الطريقه دي لو انت بتعملي الرول ده على رخامه او على اي رخامه عموما، جربي ان انت ترشي عليها ميه من تحت. كده وبكده نكون وصلنا لشكله النهائي. مفيش اي فقاقيع فيه زي ما بيبقى فيه كل مره، ولا اي كرمشه ولا اي حاجه خالص. الرخامه باينه كانها طبيعيه. هنا بقى الكنبه دي هي اصلا في الاصل كنبه على شكل بتاع علبه مناديل، يعني المفروض اصلا الجزء اللي تحت ده فيه ماسوره بحط فيها بكره المناديل. حاولت ان انا اعملها زي كوفي كورنر كده، يعني يحسن من شكل الرخامه شويه. بدات اظبط عليها المجات دي واحطها،
وفي الاخر يعني كذا مرة يعني اغير الشكل، وفي الاخر وصلت لشكل معين. الشكل النهائي هو ده اللي قدرت اوصل ليه. الماسورة دي المفروض بتحط فيها علبة المناديل، بس انا قلت هخليها للمجات. وده كده شكل الرخامة بعد ما خلص كلها. وقد ايه انا كنت مبسوطة بالتغيير ده قوي، حقيقي حقيقي حقيقي. المطبخ نور باللون الابيض ده وخلى شكله تحفة. بعد كده بقى بدأت بقى اظبط التلاجة، شلت المفارش العادية بتاعتي اللي انا حطاها طول السنة، وبدأت طبعا احط مفارش رمضان. طبعا كانت بقى لها كتير ما تنضفتش، فعشان كده المفرش كان لازق في الرف، وبدأت ان انا انضفها ومسحتها مسحة عميقة. وطبعا الصورة جاية لقطة كده، انما انا مسحتها تنظيف عميق قوي. وفرشت مفارش رمضان دي عندي من السنة اللي فاتت، اشيلها في بعد ما رمضان يخلص وبحطها لما بيقرب رمضان. ودي برضو الاشكال دي عندي برضو بقى لها سنتين قديمة. وهنا خلصت البوتاجاز برضو، خلصت تنظيفه نهائي وكده تمت بحمد الله. نيجي بقى لديكورات رمضان. طبعا بحب اخلي البيت كله بهجة كده بحاجة رمضان. دي شوية حاجات جديدة انا اشتريت الشكل ده عبارة هي بتتعلق في الحيطة. واذكار الصباح دي برضو كانت مقسمة 3 اجزاء. هوريكم شكلها لما تتركب، هي شكلها جميل قوي. هحطها في المطبخ علشان دايما وانا واقفه في المطبخ اقرا الاذكار دي وافتكر يعني اذكر الله طول الوقت. والمفرش ده عجبني جدا 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 لترابيزه الركنه. كان نفسي اجيب مفرش زي كده، قماشته خامته تحفه، كان عامل 165 جنيه. وبرضو جبت الزينه بتاعت رمضان دي. انا كان عندي زينه بس حبيت ازود حاجه جديده السنه دي، وجبت الفانوس ده كان عاجبني قوي قوي قوي. والشمعه الالكترونيه بتاعته طبعا موجوده معايا، وشكل جده دوت، وفنانيس العسول الكتكوته ده. تمام. ووريتكم برضو دي زينه من السنه اللي فاتت عندي، هعلقها برضو. وده بوجي برضو من السنه اللي فاتت. والنور بقى، عقد النور كان عندي عقدين، فقلت خلاص مش هجيب حاجه تانية السنه دي. اللزق ده بتاع الحيطه جبته من عند الموين اللي البكره ب12 جنيه، حلو جدا جدا وبيلزق وما بيوقعش، عكس اللزق الشفاف بتاع الفلوس. بصوا عمل ايه في الحيطه معايا السنه اللي فاتت، شايل القشره بتاعه الدهان بتاعي، فخلى منظر الحيطه مش حلو خالص. فخفت عليه السنه دي، فرحت جايبه الدهان اللزق ده المفرش بعد ما اتفرش. وجبت لكم طبعا نسيت اوريكم الكوستر الخوص ده، كنت جايباه برضه من العتبه، بس في شكل احلى منه شويه اللي هو الخيش. انا جبت الخوص مؤقتا لحد ما الاقي الخيش عشان مش لاقيه. الكوستر ده كان عامل 80 جنيه. والكعبه دي عندي من السنه اللي فاتت، دي مبخره، ده شكله بعد ما خلص. ودي شكل بوجي طبعا بعد ما تعلقوا قد ايه اديت شكل وبهجه للمكان مش طبيعيه. ودي الاذكار الصباح، وده كان بكار برضو عندي، حطيتهم برضو في المطبخ. قد ايه الحاجات دي جدا جدا بتفرق في الشهر الكريم. والشجر ده فرع شجرة اخضر كده، جبت 2 وعلقتهم في المطبخ، هوريهولكوا بعدين على